كان زمان كان في واحد فقير جدا جدا، لدرجة انه فضل يبيع عفش البيت حاجة ورا التانية علشان يعرف يشتري اكل. فضل يبيع حاجة ورا التانية حاجة ورا التانية لغاية ما فضلش عنده غير قطته بس. بص لقطته وقال لها انا عمري ما هسيبك ابدا، خليني اموت من الجوع واللي يحصل يحصل. القطة قالت له ما تخافش، لازم ترتاح. القطة خرجت وراحت الغابة وسابت دومينجو، كان اسمه دومينجو. قالت له أنا خارجة الغابة علشان أجمع ثروة تكفينا احنا الاتنين. خرجت القطة في الغابة وقعدت تحفر تحفر تحفر، وكل ما تحفر بضوافرها تطلع قطعة من الفضة، كل ما تحفر بضوافرها تطلع قطعة من الفضة. أخدت شوية منهم وادتهم لدومينجو عشان يعرف يشتري أكل، أما الباقي أخدته وادته للملك. الملك شكر القطة جدا. تاني يوم القطة حفرت في الغابة، قعدت تحفر تحفر وتطلع قطعة من الذهب، وراحت أخدتها وادتها للملك. وتالت يوم قعدت القطة تحفر في الغابة تحفر في الغابة وتطلع قطع من الألماس والمجوهرات، وأخدتها وادتها هدية للملك. الملك قال للقطة الله، مين اللي بيديني كل الهدايا الغالية دي؟ والقطة قالت له ده دومينجو، دومينجو صاحبي. الملك افتكر ان دومينجو ده اكيد هو اغنى واحد في المملكة كلها، وكان عنده بنت جميلة، وصمم انه يجوز بنته لدومينجو. رتب الفرح مع القطة راحت قالت لدومينجو ان الملك عايز يجوزه بنته. دومينجو قال له بس انا ما عنديش هدوم البسها في الفرح. القطة قالت له ما تخافش، انا هرتب الموضوع ده. القطة راحت للملك وقالت له يا مولاي الملك، المحل اللي بيخيطوا فيه اللبس بتاع سيدي دومينجو اتحرق، والخياط اتحرق والمساعدين اتحرقوا، واللبس بتاعه بتاع الفرح اتحرق هو كمان. ممكن تسلفنا حاجة من عندك عشان دومينجو يحضر بيها الفرح؟ الملك اداله احلى حاجة عنده في دولابه. قال للقطة لكن انا ما عنديش مكان اسكن فيه. القطة قالت له ما تقلقش، سيب الموضوع ده عليا. القطة راحت للغابة عند قصر العملاق وقالت للعملاق ممكن يا عملاق تسلفنا القصر بتاعك عشان دومينجو يسكن فيه شوية صغيرين؟ العملاق قال يا سلام، ازاي اسلفك القصر بتاعي؟ مش ممكن طبعا. راح القطة قالت له خلاص زي ما تشوف. وراحت القطة على طول راحت محولة العملاق لقطع من اللحم وأكلتها بسرعة. القصر بتاع العملاق كان قصر جميل جدا، في أوضة مليانة ذهب وأوضة مليانة بالفضة، وكان على البوابة بتاعة القصر في نهر جميل. دومينجو أخد عروسته في المركب الملكية ورايح بيها على القصر بتاعه. شاف القطة راكبة مركب في النهر وعمالة تغني. بعد كده دومينجو وعروسته ما شافوش القطة دي تاني. القطة راحت الغابة علشان تدور على ناس فقراء جداد عشان تساعدهم وتغنيهم. مين عارف يمكن تقابلك في يوم من الأيام.